معقولة؟ خسرنا؟ ليش فريقي دايم يخسر؟ ليش؟ ما حققت ولا بطولة من سنين، وإذا استمرينا كذا يمكن ما أحقق أي لقب أبدا. لازم ألقى حل قبل لا يفوت الأوان. ما شاء الله الصورة طالعة مرة رهيبة. ماني بالله شيل رجولك عني، ريحتها فظيعة. هدي أعصابك يا أهبل، ليش تصارخ؟ تكلم براحة شوي. ما ينفع كذا، أغلب لاعبي فريقي متخاذلين. لازم أتصرف بأسرع وقت قبل ما نضيع أكثر. لقيتها، بعرض على الهلال شيء ما يقدروا يرفضوه أبدا. آسفين يا مدرب على الأداء اللي سويناه قدام الخليج. أنت آخر واحد يفتح فمه عن الأداء، مستواك نازل بشكل مخيف. وأنتم يا شباب وين رجولتكم اللي شفتها الموسم اللي فات؟ إيش صار لكم هالموسم؟ والله يا مدرب ما ندري وش صاير فينا. قلت لك اسكت. المهم تعالوا معي المكتب، عندي شيء ضروري أبغى أقوله لكم. يا عيال جمعتكم اليوم لأنه عندي موضوع ضروري أبغى أكلمكم فيه. يلا يا رونالدو خلص بسرعة، عندي شغل لازم أخلصه اليوم. أوتافيو وش بك؟ احترم قائدنا شوية. وإذا ما احترمت وش بتسوي؟ ورينا نفسك يا بطل. راح أضربك، لا تمزح معي. راح تضربني بهالشكل. توقفوا يا شباب، وتعال يا غريب وقف معايا. المهم ركزوا معاي زين، بكرة راح نروح عند فريق الهلال وراح نسوي اختبار كبير. فريق الهلال. ليش راح نمشي عندهم؟ وشو هالاختبار اللي راح نسويه؟ راح نتحد احنا والهلال في فريق واحد. عشان كذا بنسوي اختبار علشان نحدد مين من اللاعبين راح يكونون في الفريق الجديد. كيف قدرت تقنع خيسوس بهالشيء؟ مجرد حركة واحدة من هاليد السحرية وقدرنا نحل الموضوع. واو كم أنت رائع يا رونالدو، علشان كذا أنت مثلي الأعلى. تكفى يا خيسوس، تكفى. وافق على طلبي، الله يرحم والديك. وافق تكفى. والله كسرت خاطري يا رونالدو، خلاص انهى. وبكرة تعال أنت وفريقك عشان الاختبار ونشوف مين راح يكون أساسي.